في بقى سؤال بيتكرر كتير من كل شركات التسويق العقاري اللي باتعامل معاها، إحنا بنصرف ميزانية كبيرة على الإعلانات، بنشوف لايكات، شير، تعليقات كتيرة، رسايل كتيرة، بس في آخر الشهر بنسأل نفسنا بقى الفلوس دي راحت فين؟ العملا الجادين ما جوش ليه؟ الناس ما بتردش على التليفونات ليه؟ لو السؤال ده بقى بيجي في بالك فأنت مش لوحدك، المشكلة مش في الإعلانات، المشكلة إننا بنشتغل وإحنا مغمضين عينينا، بنرمي فلوسنا وبنتمنى إن هي تجيب أي نتيجة. تخيل معايا بقى لو أنت عندك مساعد ذكي شغال 24 ساعة بيراقب كل صغيرة وكبيرة على الموقع بتاعك، كل زائر بيدخل على الموقع بيقول لك بالظبط هو مين، عايز إيه، جاي منين. الأهم من كل ده إن المساعد اللي هيشتغل معاك 24 ساعة ده مجاني. مين هو بقى المساعد ده؟ جوجل أناليتكس. النهاردة بقى هقول لك على 4 مؤشرات لو تابعتهم كل يوم التسويق والمبيعات هيروحوا في حتة تانية خالص. أول حاجة هيساعدك فيها جوجل أناليتكس إنك تفهم زوارك. أول وأهم حاجة لازم تعرفها مين بالظبط اللي بيزور الموقع بتاعك. جوجل أناليتكس بقى بيقولك عندك 570 زائر جديد، حلو، وعندك 330 زائر عائد، حلو، معنى كده إنه مهتم، معنى كده إنه بيعمل مقارنات، معنى كده إنه بياخد قرار، وإلا ما كانش رجع لي تاني الموقع. ده معناه عندي إن هو عنده اهتمام يشجعني إن أنا أعمل له حملة ريتارجتنج، حملة إعادة استهداف. الناس اللي رجعت دي ناس مهتمة وبتاخد قرار الشراء. جوجل أناليتكس بيعمل لي كده علامة عليهم يقول لي خلي بالك من الناس دي. كمان جوجل أناليتكس بيقول لي خلي بالك أكتر يومين زيارات عندك هما الخميس والجمعة، دايما زياراتك بتبقى الخميس والجمعة. طب أنا هستفاد إيه؟ على طول لو عندي إعلان أو عرض جديد أنزله بقى قبلها بيوم عشان يلحق الذروة. طب الفايدة إيه؟ الفايدة إنك بدل ما تصرف فلوس بشكل عشوائي هتصرفها بذكاء وبناء على أرقام وبناء على بيانات وفي الوقت المناسب. يعني هتركز الميزانية بتاعتك في الأوقات اللي عميلك موجود فيها. النقطة التانية بقى هي تحليل السلوك، حلل سلوكهم. الناس دي بتعمل ايه جوه الموقع بتاعك؟ مش كفاية ان هم دخلوا، لازم نعرف هم بيدوروا على ايه بالظبط. اناليتكس بقى ممكن يقول لك ان 40% من الباحثين مهتمين بمنطقة التجمع الخامس مثلا. يبقى بدل ما تعمل اعلانات عامة او ما تبقاش عارف انت تعمل كامبين لايه، ركز حملاتك الجاية على مشاريع التجمع الخامس وكلم الناس باللي هم عايزينه. المعلومة بقى الأهم إن 75% منهم بيستخدموا الموبايل، برضو دي معلومة بيديها لك جوجل أناليتكس. يبقى لو الموقع بتاعك مش متجاوب مع الموبايل، مش ريسبونسيف وبطيء، والفورمة بيحصل فيها ايرور لما حد بيملى الاستمارة، انت حرفيا بتطرد 3 من كل 4 عملاء محتملين تقريبا. النقطة التالتة بقى اعرف المصادر بتاعتك ايه، مصادر الزيارات دي ايه، الناس دي جات لك منين. هم لقوك لما بحثوا على جوجل، ولا شافوا اعلان ممول على الفيسبوك، ولا دخلوا من لينك على انستجرام؟ البيانات دي بتقول لك 60% ممكن يكونوا جايين من بحث جوجل و40% من اعلانات مدفوعة. ده بيخليك تعرف اي قناة شغالة، القناة اللي بتجيب لك زوار ايه، القناة الاكثر جدية بتجيب لك عميل عنده نية الشراء ايه. وبدل ما توزع ميزانيتك بالتساوي او بشكل عشوائي، حط فلوسك في القناة التسويقية اللي بتجيب لك نتيجة اكتر. اخر بقى نقطة معانا هي قياس التحويلات. يعني ايه؟ مش فاهم. هل الزوار دول عملوا اللي انت عايزه منهم؟ هل سجلوا بياناتهم عشان ينزلوا يعملوا ميتنج؟ هل اتصلوا بيك؟ هل ضغطوا على زرار الواتساب؟ في اجراءات معينة اخدوها؟ ده اسمه تحويل، conversion. لو لقيت بقى ان معدل الارتداد، يعني الناس تخش الصفحة وتخرج منها بسرعة، عالي، مثلا اكتر من 60% 70%، هنا في مشكلة. هنا توقف اعلانات وتوقف نزيف الفلوس فورا. يمكن بقى الصفحة بطيئة، يمكن الكلام مش واضح، يمكن الزرار مش شغال، يمكن استمارة التسجيل الفورمة مش شغالة اصلا. جوجل اناليتكس بقى هو اللي هيكشف لك المشكلة دي. شايفين بقى الموضوع بسيط ازاي؟ ال4 نقاط دول هم البوصلة بتاعتك. بدل ما تشتغل كده بالتخمين وأظن واحتمال ويمكن، هتشتغل بناء على أرقام وبيانات حقيقية، وده بقى هيقلل لك التكلفة ويزود لك المبيعات. ابدأ بقى النهاردة، اربط الموقع بتاعك بجوجل أناليتكس، راقب ال4 مؤشرات دول يوميا،
وخلّيك متأكد مليون في المِيّة إن الشركات اللي بتستخدم Google Analytics بتوفّر آلاف الجنيهات وبتضاعف المبيعات بتاعتها. لو عندك أي سؤال اكتبه لي في الكومنتات وهارُد عليك.